دخلت لهذا المحل في باتنا قال لي روح 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 من نفس الفكره، ذوق وحكم وحدك. بسم الله. هذا عصير قصب بالسكر. باش تفهم الحكايه خلينا نعاودوا نرجعوا من الاول. تاكل السكر الابيض، كاين السكر ناتورال القصب السكري، من هذا نقدروا نستخرجوا هذا. تابع معايا الفيديو وشوفوا كيفاش طريقه التحضير تاعو. ونأكد لكم على هذا المنتوج راهو تاع بلادنا من ولاية وادسوف. يغسلوه بالماء وينحيوا الحوايج الزايدين منه. بعد ما يفتحوا على 2 يحط فيه كما راكم تشوفوا القارص، وهذا القارص يحطوه يزيد الانتعاش في هذا المشروب السحري، وبعدها يتحط في هذه الآلة السحرية. راح مشتري راح، راح مشتري راح. وشاهد معايا كيفاش يخرج بهذا الشكل وبهذا اللون. صدقني مفيد وصحي ولذيذ جدا جدا جدا، سيرته كي يزيد له الزنجبيل والنعناع ويكون بارد، وسيرته نهار يكون سخون وانت عطشان، وبارد يا عطشان، بارد يا عطشان. وشوف اللمسة الفنية. وانا هذا الشخص في حقيقة الامر والله ما نعرفه، لكن طريقة الاستقبال تاعو والابتسامة تاعو خلتني ندير له فيديو على هذا العصير. وتحية لكل تاجر محترم ويعرف يتعامل مع الزبائن، وروحوا ليه زوروه، راهو متواجد على مستوى. والمكان رانا متواجدين في ولاية باتنا أمام ثانوية صلاح الدين أنفاس الابتدائية تاع عشن طهر. مرحبا بكم. وانتوما في تعليق خليوا لي اسامي المدن تاعكم فيهم تجار مميزين باش نزوروهم، واستناوني في فيديو جديد.